كوبايه البليله باللبن دي بالنسبه لي فيها كم رهيب من ذكريات الطفوله، خصوصا بقى على سحور رمضان واحنا بنشربها كده بعد الفول. مش قادره اقول لكم بتبقى خطيره ازاي. تعالوا بقى النهارده نعمل منها كميه مع بعض ونشيلها في الفريزر عشان هتنفعنا جدا في رمضان. اول حاجه بننقع القمح بتاع البليله قبلها بليله كامله، ولو مستعجلين عليه ممكن تنقعوه في ميه سخنه لمده ساعتين. تاني يوم بقى بغسله كويس قوي من ميه النقع وبغلي ميه وبضيف فيها القمح. انا عملت هنا تقريبا نص كيلو، ممكن تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. بضيف بقى عليه معلقه سكر كبيره ومعلقه فانيليا ونسيبه بقى كده براحته تقريبا لمده ساعه. في ناس بتضيف مع البليله شويه رز، بس انا بحب البليله كده تبقى بيور والحبه بحبتها. استنيت بقى ان هي تبرد خالص وبعدين حطيتها في علب تلاجة ودخلتها الفريزر. تاني يوم بقى حبيت احط عليها اللبن، فطلعتها زي ما هي مجمده في حله وضفت عليها اللبن. عشان قوام اللبن بقى يبقى سميك شويه ضفت عليها معلقه صغيره نشا متدوبه في ربع كوبايه لبن، ومعلقه كبيره قشطه ودي اختياري، ومعلقه صغيره فانيليا، والسكر حسب الرغبه. لو عايزين بقى كده تدلعوه اكتر ممكن تضيفوا عليه شويه كريم شانتيه، بس انا زي ما قلت لكم بحبه يبقى طعمه بيور. قلبت بقى شويه لحد كده ما اللبن يا دوبك يعني يبقى سميك بسيط قوي. لو حابين ان قوام اللبن يكون اتقل من كده يعني اقرب شويه للرز بلبن، فهنا بنزود كميه النشا. ضيفوا على الوش بقى مكسرات او قرفه زي ما انتوا عايزين، وبالهنا والشفا.